قاعد بتاكل وقدامك شخص بياكل، لقيته فجاه واحده بيتخانق ومش قادر ياخد نفس، جريت على طول تجيب كوبايه ميه عشان تلحقه. انت كده بتضره مش بتفيد. هو اللي بيحصل في الاختناق خاصه اللي بيحصل انك لما تاكل اكل وتيجي تبلع الاكل، بدل لما يخش في مجرى الاكل ويكمل طريقه بيقوم خاش في مجرى التنفس ويسد لك مجرى التنفس، فبالتالي الشخص تلاقيه مش قادر ياخد نفس. وده بيحصل لما الشخص يكون بياكل بسرعه او بيتكلم وهو بيبلع. طيب ايه الصح واللي المفروض اعمله؟ ده لو شخص بالغ بتحاول تشجعه ان هو يكح، حاسس ان هو يخرج الحاجه دي بنفسه. طيب لو مش قادر يكح بنعمل له حاجه اسمها مناورة هايمليك. ورا الشخص ده، وتجيب ايدك ديت وتثبتها وتحطها فوق السره وتحت الحجاب الحاجز، وايدك ديت فوقها وتضغط بشكل متكرر وتسيب لغايه ما ايه، لما تلاقيه خرج الحاجه دي. لو طفل او رضيع، لو طفل واعي وقادر يكح بتحاول تخليه يكح عشان يخرج الحاجه دي بنفسه. لو ما هوش قادر يكح تمسكه بشكل كويس وتخلي راسه لتحت وتبدا تضغط بشكل 5 مرات ببطن الايد باللوحين الكتف. طيب ما خرجهاش، تسيبه على ظهره وتضغط عند صدره 5 ضغطات لغايه ما يخرج الحاجه ديت، وتكرر الموضوع. اكيد بتكلم الاسعاف فورا. وبس كده، تابعني واستنى كل جديد.